من تركيا. تفضل يا أستاذ محمد في تركيا. يلا. يلا الو. أنت على الهواء، أهلا وسهلا، تفضل حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على رسول الله وافضلهم. صلى على سيدنا محمد. تفضل يا محمد. اخي الكريم، انا في عندي بشرى للاسلام والمسلمين كافه اجمعين. هات والله، أنا عم فضل بحكي. هالتشاؤم والأخبار القتل والذبح، دائما إذا عندك بشرى هات بشرنا. آه يعني انا عندي بشرى بانه، واقسم بالذي نفسي بيده، امم واقسم بالله العظيم، واقسم بالله العظيم، اللي عنده رغبه يصدق يصدق، واللي ما عنده رغبه يصدق هو حر. وانا على استعداد اني اقوم بتسليم نفسي للمنظمه الاسلاميه العالميه، بانه انا وكيل الله على الارض وخليفته في الارض، وعندي الدلائل وعندي الاثباتات. أنت وكيل؟ وكيل الله على الارض أنت يعني وخليفته في الارض. بتحكي عن مين أنت؟ انا عم بحكي عن المهدي المنتظر. طيب وينه طلع؟ انا عم بقول لك رح سلم حالي للمنظمه الاسلاميه العالميه. أنت المهدي المنتظر؟ ومعي الدلائل والبراهين العلميه واللا علميه. أنت المهدي المنتظر يعني؟ باذن الله السميع العليم. يا سيدي الله يفتح عليك إن شاء الله. وانا عم حاكيك من انطاكيا. طيب ويعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب بدأ أنت المهدي المنتظر، أعطينا تليفونك خلينا نحولك على المنظمة الإسلامية. على كل حال إيش البشرى؟ هذه هي البشرى؟ طيب على كل حال يا سيدي الله يفتح عليك يا محمد. نرجع لموضوعنا. أنا فكرت في يعني كمان بشرى منيحة للسوريين. على كل حال ما قدامك كل المؤسسات الإسلامية مفتوحة حتى تتواصل معها وتتحدث معها وتعرض نفسك عليها.